عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي نكهة البيت طعم وريحة. النهاردة هعمل معاكم وصفة ايه؟ هعمل معاكم السكسوكية الصعيدي. بصوا معايا 2 كيلو دقيق اهو. هنبدأ نعجن مع بعض. هنحط عليهم رشة الملح طبعا، وهنبدأ ايه؟ نزود في المية. تزودي في المية بالراحة كده. تكب المية كده معاكي بالراحة عشان تزوديها. طبعا هيعوز مية كمان. تفضلي تعجني بقى فيها لحد ما تلم معاك العجينة كده. احنا مش عايزين اكتر من دقيق ومية وملح بس. تفضلي بقى تعجني فيها لحد ما ايه؟ تبقى عجينة حلوة كده وطرية في ايدك. بصوا قوامها عامل ازاي. بصوا عجني فيها 10 دقايق ربع ساعة كده لحد ما ايه؟ تتملك مع بعضيها. تفضلي تملكي في العجينة كده وتعملي فيها تعجني لحد ما العجينة ايه؟ تبقى طرية خالص. بعد كده هتسيبيها ترتاح 10 دقايق عقبال ما تجهزي المكنة والحاجات اللي هتستخدميها. بصي هتسيبيها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هقطع معاكم العجينة كده لكور صغيرة وهسيبها ترتاح مع بعضها كده شوية. هحط شوية دقيق كده. بصي اهو. على قد الفطيرة اللي انت عايزاها يعني. كل فطيرة يعني حاولي تعملي الايه؟ الوزن متساوي كده شوية على جنب بعض كده. حاولي تعمليهم متساويين. تخلصي كميتك كلها وتسيبيها ترتاح كده. هتريحك تاخدي كل فطيرة بوحدتها، كل واحدة بوحدتها يعني. كده خلصنا بقى كل العجين بتاعنا. هتسيبيهم بقى يرتاحوا 10 دقايق كمان. بعد كده ايه؟ هنفردهم. بصوا حبايبي انا هفردها على الصينيه. هاخد اول واحده احنا اشتغلنا بيها، اول واحده ارتاحت يعني. بصوا بقى بعملها كده في الصينيه عشان تبقى سهله الحركه معايا. ودي طريقه سهله للمبتدئين اللي عايزين ايه؟ يجربوا السكسوكيه تتعمل ازاي.
بصي كل ما تخلي العجينه ترتاح اكتر بتمشي معاكي اكتر. انا بس عشان ايه خليتها ترتاح 10 دقايق بس. تفرديها على الاخر، تخليها خفيفه قوي، ما تخليهاش ايه تخينه، يبقى سمكها رفيع قوي العجينه. افردي بقى على قد ما تقدري. حطيلها شويه دقيق كده عشان ما تلزقش. مش مهم تبقى معاكي مدوره قوي، عشان كده كده هتتخلط في المخرطه بتاعتها في المكنه بتاعتها، مش مهم يعني تبقى مدوره قوي. بصي بقى سمكها ازاي، بصي رفيعه ازاي. كمان رفعيها شويه كمان عادي مش هيحصل حاجه. بصي اهي من الناحيه دي. رفعيها قوي على قد ما تقدري. طبعا في ناس محترفه في السكسوكيه والحركات دي والمعجنات، بس انا بوري اسهل طريقه للايه للمبتدئين اللي عايزين يتعلموا السكسوكيه. كده بصي وصلنا للايه للسمك اللي احنا عايزينه، بس مش عايزين اكتر من كده. جيبي السكينه بتاعتك طبعا وتقطعيها. شايفه تقطعي ازاي؟ ما تقطعيهاش عريضه قوي، بصي كده احسن، ده العرض المناسب بتاعها. شايفه؟ هجهز معاكم المكنه واوريكم نعملها ازاي. بصوا يا بنات، ادينا حطيت المكنه، هي دي مكنه السكسوكيه، حطيت تحتيها الغربال كده المصفى. بصوا هنا هتاخدي العجينه كده، العجينه لزقت في بعضيها، هتلمي العجينه كده، تروحي جايباها هنا ترشي شويه دقيق بس عشان العجينه تمشي. ركزوا على اللي تحت كده اللي طالع. شايفين الشكل؟ اهي هي دي السكسوكيه. هعمل واحده كمان معاكم. شايفين؟ نرش شويه دقيق برضو عشان ما يلزقوش في بعض. ادي شكل السكسوكيه. وعلى النار بقى تبقى حاطه الحله بالمصفى، حله السكسوكيه. اشتغل تاني. لحد ما تخلصي الفطيره بتاعتك كلها. بصوا يا حبايبي، انا حاطه حله السكسوكيه كده وتحتيها الميه والمصفايه، ودي الفطيره اللي احنا عملناها مع بعض اول واحده. هتحطيها كده في الحله وهنستناها لحد ما ايه تستوي، وهعمل غيرها. ولو وصلتي لحد عسليه يا حلوه اعملي لي اللايك والاشتراك عشان قناتي تكبر بيكم. كده هسيبهم لحد ما ايه تستوي، وبعد كده هبقى افتح عليها. وادي يا حبايبي السكسوكيه بتاعتنا خرجت. بصوا شكلها ازاي، طلعت تحفه. انا هنا محضره كوبايه اللبن بسكر، احنا بنحب ناكلها بلبن، في ناس بتحب تاكلها بعسل ماشي، بجبنه قديمه ماشي، باللي انتوا عايزينه يعني اللي يريحكم. بصي احنا هنحب باللبن اهو، ودي هنعملها بالسكر، نحط لها سكر.
شايفين غرقانه ازاي في اللبن. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان قناتي تكبر بيكم.